بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. قديسة النهاردة قديسة جميلة جدا، مش كل الناس تعرفها، بس لازم كلنا نعرفها ونعرف سيرة حياتها. هي القديسة مكرينة العذراء، لان القديسة مكرينة هي فعلا انجيل حي مفتوح قدام عينينا، فيه بترفع النفس للسماء، وسيرتها بتكشف عن دور المرأة المسيحية في حياة الكنيسة. واللي سجل لنا قصتها هو اخوها القديس غريغوريوس أسقف نيسس. اتولدت قديستنا سنة 330 تقريبا من أب وأم مسيحيين تقيين جدا، بيحبوا ربنا جدا جدا، وكانوا أغنياء ومشهورين في مدينة قيصرية الكبادوك. وفي أيام الاضطهاد في عصر الوالي ديوكليديانوس هرب أجدادها لمنطقة بطنس الجبلية عشان يبقوا في أمان، وهناك عانوا من متاعب كتيرة جدا، وبيتقال إن جدها استشهد هناك وفقد كل ممتلكاته. وبعد كام سنة قليلين رجعوا العيلة تاني لعاصمة قيصرية كبادوك أو القيصرية الجديدة في بنطس، واستقرت هناك. وكانت أمها إيميليا كانت دايما بتحافظ على بتولية بنتها، بس للأسف في الوقت ده باباها باسيليوس مات وبقت يتيمة. وكانت قديستنا مكرينة جميلة جدا لدرجة الناس كلها كانوا حابين جمالها، وخافت إن حد يتهجم عليها ويعمل معاها الشر، فقبلت ان هي تتجوز من واحد اسمه باسيليوس، كان انسان تقي جدا. ولما ربنا اداها نعمة ان هي تجيب طفل، حلمت في الوقت ده القديسة مكرينة انها ماسكة بنتها في ايديها، وراح ظهر لها راجل عجوز وسمى بنتها تكلا. ولما صحت من النوم بعدها بفترة جابت البنت فعلا وسمتها تكلا. وربها ابوها امها على الحياة المسيحية السليمة، وعلموها القراية والكتابة وانها تهتم بالاعمال المنزلية والتزاماتها. وكانت دايما بتواظب على قراءة الكتاب المقدس، وبالذات سفر الحكمة والمزامير. وبيحكي أخوها بيقول إنها كانت دايما بتردد المزامير قبل ما بتعمل أي حاجة وبعد لما بتخلصها، وقت ما بتعمل الأكل وبعد ما بتخلص الأكل، وقبل النوم وبعده. وكانت مزامير داود في لسانها على طول بشكل متواصل في حياتها. وفي الوقت ده لما بنتها بدأت تكبر كانت جميلة جدا زيها، لدرجة إن الشباب كانوا دايما كل يوم في بيتها وبيطلبوا إيديها، لأن ما كانش في حد بينافسها في الجمال. كانت جميلة جدا. وعشان السبب ده جه باباها اتكلم معاها وأقنعها إنها توافق إنها تتخطب في سن 12 سنة من شاب كويس جدا وكان تقي جدا. وبعد لما اتخطبت خطيبها جاله حمى ومات، ووقتها هي رفضت الجواز خالص، وبقت ترفض كل الشباب اللي بتيجي، وحطت على قلبها إن هي تكون خلاص عروسة للمسيح. استمتعت قديستنا مكرينة من وهي صغيرة بالقلب السماوي اللي مليان بالحب. وبعد ما مات والدها في سن صغير وساب ولاده وبناته، الجدة مكرينة وجدتهم إيميليا، وبالمناسبة قديستنا اتسمت مكرينة على اسم جدتها، اتعرف عن الأم والجدة بحياتهم المسيحية القوية. وساهمت الابنة مكرينة في تربية اخواتها وتعليمهم، لدرجة ان هي اتسمت باسم ملاك الأسرة. وكرست نفسها لمساعدة أمها في تربية اخواتها الصغار، لأن هي كانت أكبر اخواتها. وكان من ضمن اخواتها كان باسيليوس الكبير، والقديس بطرس أسقف سباسطية، والقديس غريغوريوس النيسي. وكان ليها دور فعال جدا مع اخواتها، وكمان كان ليها الفضل في ان هي تعلمهم وتخليهم يحتكروا العالم. وبيقول القديس باسيليوس انه مديون ليها، بيقول ان بعد لما اتعلم في المدرسة رجع بقى مغرور جدا، وكان ليها الفضل في ان هي تعلمه التواضع. وبالنسبة للأخ الصغير اللي هو بطرس، هي كانت بالنسبة له كأنها أبوه وأمه والمعلم والمرشد الروحي بتاعه، وكان واخدها قدوة ليه في كل حاجة، لأن هي اهتمت بيه من الناحية الروحية والعملية، لدرجة إنه بقى شاطر جدا في أي فنون يدوية يعملها، وكان سنه صغير جدا. أما بالنسبة للقديس غريغوريوس، في الوقت اللي كانت الناس كلها بتمدحه وبتعظمه، قربت منه القديسة مكرينة وسحبت قلبه للفلسفة الحقيقية لحد ما اشتاق لحياة الرهبنة. كان بيحبها جدا ومتصل بيها في كل حاجة، لدرجة انه كان بيقول لها يا معلمتي. وكمان خصص كتاب عشان يكتب فيه حياتها، بالذات ساعة نياحتها، لأنه هو كان معاها في الوقت ده. وبعدها عمل كتاب وكان بيتكلم فيه عن النفس والقيامة، وبيبين في ان الحوار ده كان بينه وبين أخته في لحظتها الأخيرة على الأرض. وتميز أخوها نفكراتيوس التاني بعد باسيليوس، اتميز بمواهبه الطبيعية وجمال جسده وقوته وسرعة البديهة، وتعرف جدا وهو في سن صغير وهو كان عنده 22 سنة، واختار ان هو يعيش في الصحراء
قريب من نهر ايرس، وكان هناك بيخدم الشيوخ والفقراء والمرضى اللي كانوا عايشين قريب من المنطقة اللي هو كان قاعد فيها. وكان ماهر جدا في صيد السمك. وبعد 5 سنين وهو في طريقه للنهر كالعادة عشان يصطاد السمك عشان يقدمه للشيوخ، راح فجأة وقع ومات من غير ما يتصاب بأي مرض ولا أي حاجة. وفي الوقت ده قدرت القديسة ماكرينا بحكمتها إن هي تعزي قلب والدتها إيميليا وتخرجها من الحزن اللي هي كانت فيه. وكانت قديستنا ماكرينا عملها الدايم في حياتها هو دراسة اللاهوت والصلاة دايمة والتسبيح ليل ونهار. وبعد مدة استقرت هي وأمها في بيت قريب من نهر ايرس في بونتس، وهناك انضموا ليهم ستات كتيرة قوي عشان يستمروا معاهم في حياة الشركة والنسك. واشتركت مع أمها إيميليا في إن هم يعملوا جماعة ديرية نسائية في ممتلكاتهم في منطقة أنسيس، دي كانت على ضفاف نهر ايرس. واكتفى أخوها باسيليوس أثرها وكرس حياته زيها بالظبط وبقى متوحد في نفس المنطقة. وجمع صديقه غرغوريوس النزيني وبقوا معتكفين على العبادة ودراسة كتابات أوريجونيوس، وعملوا دير وانضم ليهم شباب كتير جدا. وكبرت إيميليا جدا في السن وعجزت، ووقتها انتقلت للسما. وبعد وفاة إيميليا اتنازلت ماكرينا عن البيت للفقراء وبقت عايشة على اللي بتكسبه من الأعمال اليدوية. وبعدها بفترة اتوفى أخوها باسيليوس سنة 379. وبعدها ربنا سمح لقديستنا ماكرينا إن يجيلها مرض صعب جدا لمدة 9 شهور. وكان القديس غرغوريوس مشغول بالأحداث اللي حاصلة من الأريوسيين، وراح طرغة بعد 8 سنين وتعزى جدا لما شافها وهي عندها شجاعة وفرح اللي هيأت نفسها بيه عشان تستعد للموت. وتنيحت في اللحظة اللي ولعوا فيها نور البيت. وكان تكشفها شديد جدا لدرجة ان السرير اللي كانت نايمة عليه عبارة عن لوحين خشب بس. ولما تنيحت ملاقيوش اي حاجة ليها غير طرحتها القديمة عشان يكفنوها بيه. وجه في الوقت ده أركاسيوس الأسقف في المنطقة وغرغوريوس وشالوا جسدها، وكانوا طول الطريق بيقولوا المزامير والألحان، وشارك معاهم ناس كتيرة جدا وستات كتيرة جدا عشان يودعوها. وسمح ربنا ان يكون موجود القديس غرغوريوس في لحظتها الأخيرة عشان يسجل لنا اشتياقها للعبور للسماء. وفضل أخوها ماشي طريق طويل جدا عشان يشوفها بعد 8 سنين. وفي اللحظة قبل ما يوصل فيها الدير شاف حلم انه ماسك في ايده رفات شهيد وطلع منه نور شديد جدا لدرجة انه بهر عينيه. وتكرر الحلم ده 3 مرات في نفس الليلة، بس ما كانش عارف ايه تفسيره. ولما وصل الدير جه رجالة من الدير يستقبلوه، والراهبات وقفت في الدير جوه مستنياه، بس لقى ان اخت رئيسة الدير مش واقفة بينهم، فعرف ان هي مريضة. وراح بسرعة عند قلايتها فلقاها متمددة على السرير اللي مكون من لوحين خشب بس، وكانت عاجزة ان هي تقوم تستقبله. بيقول القديس غرغوريوس وبقيت تتكلم معاه عن عذاب النفس، وانها فرحته جدا بالاسئلة اللي هي سألتها له. وهي بتتكلم كمان عن باسيليوس الكبير واللي حصل له، فحزن قلبه جدا عليه. وكمان اتكلمت كتير عن الحياة اللي جاية وكأنها مستنيرة بالروح القدس. وانتقلت من العالم ده وكان وشها ناحية الشرق، ورشمت نفسها بالصليب، وكانت بتصلي بقلبها وهي بتحرك شفايفها بس. وفضل وشها منور جدا ومشرق زي الشمس، حتى لما غطوا وشها كان منور. وعيد القديسة ماكرينا يوم 19 يونيو. بركة صلوات وشفاعة القديسة ماكرينا تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديسة ماكرينا ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.